لما قاعد هناك ما كانش في حد قاعد هناك، كنا كل يوم نروح نقعد هناك، لازم يوميا نروح نقعد معاه لحد الساعه 11 12 واحده، وبعد كده كل واحد يروح بيته. كنت عاوز لهم قلت انا واحمد ابو شوقي ويوسف والواحد عشان ما ينساش حد برضه، وعلي أبو حسين. وعلى ابو حسين وسمير وكلهم دول والشله اصحابنا كلها واخواتنا، يعني. يعني كلهم اصحابنا كنا اكتر واخواتنا. من الاخوات، والحمد لله لحد النهارده ما فيش واحد زعل من التاني. اللي هو صحوبيه وصداقه واخوات وولاد عم وجرايب، واحنا الحمد لله البلد كلها جرايب بعضيها، ما تلاقيش حد غريب عن التاني يعني. ودي اللي بتخليني انا يعني محمد يكفي الباب دي عشان ودي اللي بتخليني انا دايما مبسوط. وكمان من ضمن الاهداف اللي يمكن لما عملنا القناه وهدافي في حياتي دايما ان احنا نفضل على طول بالشكل ده، الشكل الجميل، شكل ان كله قريب من بعضه، شيء جميل لما بلدنا يا بلاقي شيخ بلد محترمه، ناس كل اهل بعضنا، يعني بلدنا الحمد لله، يعني ناس محترمه وكلنا اهل بعضينا، يعني مفيش حد غريب. كلنا قريب بعضنا، وانت عارف الكلام ده، مفيش حد غريب عن حد. عشان كده يمكن في حاجات في بعض الأحيان ممكن ما اقولهاش على النت، بس بحاربها من بعيد لبعيد، ممكن مع شخص بنفسه. وده في حد او ناس بيبقى هواة اثاره مشاكل، هواة اثاره فتنه. انا دايما باجي من على الخاص او على ده، اقول له عيب ما تعملش كذا. تمام. في حاجات بتبقى فازه كده ملهاش لازمه، ان واحد بينزل النت دلوقتي المفروض بيتعمل للخير مش للشر. تمام. يعني بشوف مثلا واحد يروح منزل حاجه على النت ملهاش اي لازمه انه ينزلها، لان في الاخر خالص احنا هنصاحب هنتصالح مع بعضينا تاني، وهنقعد مع بعضينا. الحته دي بتاع النت اللي هي الاساءه دي هتقوم مشكله كبيره في البلد وفي الاصحاب لان انت مش لازم انت تكون صاحب عامر عشان خاطر تزعلوا مع بعض. تمام. ما ممكن يكون عامر ده صاحب اخوك، ممكن يكون صاحب ابن عمك، ما انت هتضطر كده ابن عمك يغلط في عامر. تمام. يعني انت بص لابن عمك، بص لاخوك، بص اللي احنا كلنا اهل بعضينا. عشان كده انا عايز دايما الشباب الكبار والشباب اللي فاهم ياخد باله من النقاط دي قوي. ما تديش، مش عايزين ندي فرصه للي هم يعني الحمد لله هم ممكن تلاقيهم 5 6 يعني 10 قلوبهم مش حلوه. تمام. مش عايزين ابدا ندي فرصه لحد مثلا نشر حاجه معينه فيها اساءه لحد نسكت او نقولها او نعمل اعجاب. تمام. او نقول كلمه كذا. لا اعجاب لا، ما بحبهاش حته اعجاب دي. انت معجب بيها على ايه؟ انه بيغلط في حد يعني؟ ما دي حته غلط برضه مش حلوه. عشان كده مش عايزه سكات، عايزه دايما كده اللي يقدر يتكلم. هو اللي بيدي اعجاب هو بيشجع على الغلط. ايوه طبعا. عرفت انت بتشجع، يبقى هو بيشاف نفسه ان هو كده صح، تنشر الحاجه دي على هو شاف اللي عمله ده صح. تمام. طالما انت عملت لي اعجاب يبقى انا صح، يبقى انا هتمادى في الغلط. يبقى عايزين تاخد يعني تحذروا قوي ومن خبراتكم ان النت ده مش معمول عشان خاطر امورك الشخصيه او زعلان مع فلان. تمام. تروح كاتب مش عارف هو المفروض يا شيخ انه معمول للتواصل، ان انا اتواصل مع الشيخ حسين واتواصل مع عامر. دي وسيله سهله يعني، ان انا اتواصل مع عامر في الاردن، اتواصل مع احمد ابو شوقي في السعوديه، اتواصل مع يوسف في السعوديه. تمام. اتواصل مع اي حد في اي مكان. دي وسيله حلوه مش وحشه، مش معموله للغلط بس، لا معموله للصح، معموله للاحترام، ان انا اتكلم مع الشيخ حسين باحترام، اتكلم مع عامر. ما ينفعش ان انا اسيء لعامر. يعني خلينا النهارده انا زعلت انا وعامر، ينفع ان انا اجي على النت كده واروح كاتب له اساءه؟ هو في ناس بتعمل كده بس يعني مش كويس، يعني بتعمل دي حاجه مش صح. عايز تكلمني تعالى كلمني، يعني بيني وبينك تعالى كلمني وش لوش، ما انت صحيح. كده بتكلمني وكده هتوصلها لي، يبقى تعالى في وش كده وقول لي انت فيك 1 2 3. يمكن في وجهه نظر مش واصله لي هعرفها. تمام. وبالعكس انت لما تجي لي وتقول لي يا مصطفى انت في 1 2 3، هقول لك لا والله ده انت عشان انت عملت معايا كذا كذا كذا. هنصفى واحنا واقفين في دقيقه. تمام. مش على النت ان احنا هنصفى. تمام. هي طول عمرها ما هتيجي على النت كده ان احنا نصفى مع بعضينا. بل بالعكس، انت يوم ما نشرت حاجه فيها اساءه لحد، انت للاسف ما كشفتش عيبه قدامه هو بس، لا انت كشفت قدام الناس كلها. صحيح. فاصبح دلوقتي عشان تيجي تتصالح بعديها انت ما تزود اللي بينه وبينك اكتر واكتر. عرفت، لكن بينه وبينك ممكن تحلوا احنا واقفين. عشان كده انا عايز دايما نحذر من الحاجات اللي هي
مش عايزين نيجي في يوم من الايام وتفاجئ تلاقي مشكله بين عيله فلان وعيله صحيح. علان، صحيح. وهي كلها هي بسبب الحاجه دي بتيجي من كده. ما هي الحاجه دي بتيجي. انا خليني النهارده قلت مثلا نشرت حاجه على اخوك، انت مهما كان ده اخوك أيوة. هتغير عليه، أيوة. هتروح تتكلم مع اخوه مثلا لان هو مش موجود مثلا، أيوة. وليكن هي ممكن كلمه منك كلمه منه تصير الفتنه مع بعضينا. مظبوط. فالواحد بيقول لكل واحد النت ده مش معمول للغلط، لا النت ده معمول لان انا اتواصل معاك واهزر معاك واضحك معاك ونتكلم مع بعضينا. دي يعتبر حاجه حلوه مش حاجه وحشه. عارف الحاجه الحلوه دي ممكن بغباء البعض يخلينا، انت تخيل كده يا عامر، ان لا قدر الله يجي يوم ويكون شخص كتب اساءة وكانت سبب مشكلة كبيرة في البلد. عارف القرار، اول قرار هيتخذ من الناس العقلاء في البلد ده منع النت من على كل من البلد خالص. تخيل بقى ده دي. يبقى شيء كويس، مش يعني ما بس لا بس احنا مش عايزين نوصل لها كده. ما هو انا بس انت ما توصلنيش ان تخلينا نضطر ان احنا نقول لا بقى، ما انت ده كان هيحصل. اقول لك كتير. هتمنع ولا ده هتقعد كان الناس هيحصل تمسك في كتير. بعضيها وتدق ببعضيها؟ ايوه، فتضطر انت شوف تخيل حاجه دي عمرها ما هتتمنع يا شيخ، دي حاجه مش هتتمنع. بس بتضطر انك تمنع حاجه حفاظا على، ما انت بتمنعها حفاظا على حفاظا على الاخرين، على الاخرين، لان انت مش هتوصل بنا. ما هو انت لما تيجي تنشر حاجه او تتكلم عن حاجه وانت مسيت فيها اعراض ناس او مسيت فيها حاجات معينه، انت بهذا الشكل زي احنا لما اقول لك يا اخي ده ربنا سبحانه وتعالى لما جه في حد الزنا وحد هي ليشهد أربعة والأربعة يكونوا قوانين إن أنت لازم يعني مش يعني بسهولة مش بسهولة إن أنت تثبت الحاجة دي. صح. طيب يبقى المفروض إن إحنا ما نشجعش أبدا لا على إن شايفين غلط معين، يا جماعة لو سمحتوا بلاش كذا، احنا أهل بعض. صحيح. هي دي بقى العقلاء اللي زيكم الشباب الفاهم عشان تفضل المودة موجودة بيننا. هي كده كده المودة موجودة، بس هي بيبقى في بعض ناس كده، بعض شباب ما يعني ما يذكروش. عرفت؟ لكن والله بلدنا بلد ناس كويسة وناس غلابة وفي حالة، يعني الواحد بيشوف بلاد تانية بيحصل فيها مشاكل كبيرة، لكن بلدنا والله يعني حياة صغيرة وتتحل الحمد لله بسرعة، وبلدنا بلد كويسة والله. وهي دي اللي أنا عايزها دايما، يعني دايما كل ما نلتقي مع حد من أهلنا يشكر في البلد، وعلى اللي أنا شفته في البلاد التانية لا احنا افضل الحمد افضل لله بكتير والله بصراحه، افضل من مراحل وعارفين بعضينا وعارفين والله كلنا اهل بعضينا يعني والله. افضل، احنا افضل بمراحل من ناس كتير قوي. يعني هات لي حد كده في البلد غريب، مفيش حد ما والله. اظنش، هتدور مش هتلاقي. تمام. مش هتلاقي حد غريب في البلد. تمام. هتلاقي حتى لو ما كنتش ابن عمي هتلاقيك ابن خالي، مش ما تلاقيش ابن خالي هتلاقي في نسب بيننا وبين بعضينا. صحيح. هتلاقي في قربة في الحمد لله. والبلد الوحيدة لحد النهارده اللي ما فيهاش مشكلة كبيرة حصلت، يعني ما الحمد لله، يعني غير البلاد التانية. الله ما جميل. تلاقيش فيها فعلا، ما تلاقيش بلد فيها مثلا ما وصلتش قبل كده ان في دم بيننا وبين بعضنا في اي لا بلد، لا في اي الحمد عيله. لله. هو ده اللي انا عايز نفضل بهذا الشكل. الرساله دي مهمه قوي. دايما احنا مبسوطين ومفتخرين بان احنا البلد اللي هي ما زالت ما زال الناس مع بعضيهم ومتكاتفين ومتجمعين. دي عايزينها دايما للاجيال اللي بعدينا، الاولاد اللي بعدينا يفضل على هالعهد ده. يعني انت يا شيخ تلاحظ حتى شوف في الفرح في الموت تلاقي كل الناس متجمعه مع بعضيها، محدش يعني فرح تلاقي ناس متجمعه، موت كله تلاقي بيفرح ناس مع متجمعه، بعضيه، محدش في بيسيب الموتى حد، كله بيعذب بعضيه. محدش بيسيب حد. يعني ما فيش حاجه اسمها دي عيله فلان ودي عيله علان، هتلاقي كل واقف يقبل عزا وكل واقف بيعزي، هتلاقي كله بيعزي بعضيه، هتلاقي البلد كلها بتعزي بعضيها، وما فيش واحد في البلد ما بيروحش يعزي في مثلا في اخو مصطفى او عم مصطفى او ابن عم مصطفى. صحيح. ما فيش الكلام ده. ودي اللي من ضمن الحاجات اللي بتفرحني قوي، ان في المناسبات، ان في الحاجات دي بتلاقي كل البلد كلهم يد واحده وقريبين من بعض. تمام. في خلاص دي عشان انا اكفل عليها حته ان خطاب مهم قوي. خلاص ادي رساله ان في حته النت وازاي تبقى النت ده لمصلحه الناس مش العكس. هو المفروض النت ده بخاطب الناس كلها، الشباب الكبيره والصغيره وكله، يعني
ان الحاجه دي معموله للخير مش معموله للشر. يعني الشباب حاول ان انت عند نتواصل مع الغضب تمسك بعضينا. نفسك. انت الحته دي ما تحاولش ان انت تغلط في اي حد، لان انت هتغلط في مصطفى هتلاقي ابن عم مصطفى هيجافلك، هتلاقي ابن خاله هيجافلك، هتلاقي انت بقيت وحش. وعلى فكره كل اللي بيعمل لك اعجاب ده مش بيشجعك، أيوة. ده بيشجعك على الغلط، الغلط. بيشجع على الخطأ اللي انت عملته. والواحد بيقول للاهل كلهم كل سنه وانتم طيبين بشهر شهر رمضان، وكل سنه والناس كلها طيبه، والاهل والاصحاب والبلد كلها. رمضان وانت خدت فترات طويله قوي ايوه في الخارج، تمام. رمضان هنا ولا رمضان هناك؟ والله انا بالنسبه لي يعني يعني كنت يعني عشان كان معايا اولادي هناك وكده، فكان يعني مش انا بالنسبه لي هنا احسن بصراحه. يعني بالنسبه لي هنا احسن بكتير وسط اهلي واصحابي واخواتي ماشي، والحمد لله رب العالمين. يعني هنا خلاص الواحد استقر والحمد لله، وهنا رمضان مع الناس احسن يعني بصراحه في بلدك. رمضان هنا ولا انت طبعا لا. اغلب ولا دايما بتبقى هنا في الفتره دايما انا باخد 10 ايام في رمضان هنا، مم. يا اخر 10 ايام في العيد بالعيد، يا اول 10 ايام، يا 10 ايام في النص. طب هناك بقى انت بتعمل يعني بيبقى نظامكم زي هنا ولا نظام هنا؟ لا مستحيل يبقى زي هنا طبعا. مم. هناك برضو مهما كان انت بتصبح الصبح تروح شغلك، تخلص شغلك تروح تفطر وتطلع تصلي وتطلع تلف شويه مع اصحابك برضو، وبعد كده تروح تنام تقوم الصبح، وهو السيستم بتاع كل يوم. انما هنا انت برضو بتشوف اولادك وتشوف اهلك وتشوف اصحابك وتشوف الاهل كلهم، وبرضو احسن من هناك بمليون مره. الموقف اللي الطريف